السعودية واليمن. هذا جار لي يحكي لي القصة هذه، يقول لي صديق في اليمن وعايش أنا وياها في السعودية 15 سنة صداقة، والصداقة ذي على مستوى العائلة بعد. فيقول الرجل قال أبي تجيني في اليمن، الكلام هذا قديم قبل الأحداث. فأصر عليه قال أنا وقت الأمطار عندنا ونبيك تجي ونوسع صدرك، وهو الرجل ابن قبيلة هذا. فيقول خلاص حجزت، قلت بجيك. يقول ركبت الطيارة، كانت رحلتي في الليل. يوم بقى على نزول مطار صنعاء ربع ساعة، في واحد وراي سعودي تقدم وقعد جنبي. قال أخ سعودي؟ قلت لي. قال رايح لي؟ يقول لابس بدلة. قلت لي نعم. قال تعرف أحد في اليمن؟ قال إيه. قال أنا أبغى فزعتك. قلت ابشر. قال والله قصتي طويلة أبغى أقولها لك. قلت لا، الحين باقي 10 دقائق وربع ساعة تنزل الطيارة، مو مجال، خلنا إذا نزلنا وقابلنا صاحبنا قل اللي عندك ويمكن خوينا يساعدك، أنا خوينا واصل. يقول نزلنا في المطار، هذا خوي مدير في إدارة حكومية كبير. يقول يوم نزلت وحنا عند الشناط ننتظرها، هذا الرجل السعودي معه ابن عم له جاي، أنا ما انتبهت إلا له، بس يوم نزلنا لقيت ابن عمه جاي معه وأنا، وفيه موظف عندي في الإدارة ما دريت عنه معطيه إجازة شهر، أثره جاي لليمن. فجاء وسلم علي أبو هشام. قلت نعم. قال وش جابك؟ قلت والله أنا جاي أزور خويي. وأنت وش جابك؟ قال أنا أبوي يشتغل في السفارة وجاي نسلم على أبوي. فيقول سبحان الله اجتمعنا عند محل الشنط، أعطاني الكرت حق السفارة، خويي ولد عمه معي جنبي، أخذنا شنطنا واستقبلنا صاحبنا المهندس هذا اليماني. يقول أثر حاجز لنا في صنعاء فندق، لأن ديرته في منطقة اسمها ردع، تبعد 300 كيلو أو 250 كيلو عن صنعاء. فيقول جينا الفندق هذا، أثر مستأجر غرفة لي وغرفة له، لكن يوم درن معي أخويا راحوا استأجر غرفتين. المهم يوم حنا قاعدين كل خذ غرفة وتغيرنا وجينا في الصالة، أثر ذابح لنا ذبيحة. يقول جبت أخوياي الاثنين اللي تعرفت عليه في الطيار، الرجال هذا ابن عمه. قلت يا فلان؟ قال نعم. قلت الرجال هذا عنده مشكلة والله ما سمعتها ولا عرفت إلا في الطيار، وإن كان تقدر تحلها له في اليمن فأكون لك من الشاكرين. يقول هذا الكلام عقب العشاء. يقول قام هذا الرجل ينطق، وش عندك؟ هذا الرجل عمره 35 سنة. قال والله يا أخوي أنا أبحث عن أمي، أبوي متزوج وسبحان الله جيت أنا وذكروا لي أن والدتي ماتت من أنا صغير، ولا أدري عن أمي، هي حية ميتة، ولكني أراها في المنام أنها في اليمن. ورحت سألت مفسرين وذكروا لي أن والدتك حية وموجودة في اليمن. والله ما أعرف عنها أي معلومات، اللهم أني يتزول لي القرية اللي هي منها ومعلومات عنها أنها شمال صنعاء ب70 كيلو. هذا كل اللي شفته في المنام. سألت جماعتي، سألت ربعي، في ناس أعطوني أخبار لكن خايفين.